يلا بقى شوية قرنبيط من غير بيض. البيض غالي، هنعمل القرنبيط من غير بيض زي ما احنا شايفين. شايفة لونه؟ لون خطير، لون فعلا بيتكلم عن نفسه. وقرمشة لتاني يوم، هتلاقي الطبقة الخارجية دي مقرمشة وجميلة جدا. بس للأسف الصوت اتحذف، فمعلش اعذروني معلش. لو أول مرة تشوفي القناة أتمنى إن انت تشرفيني بالاشتراك، ولو عجبك الفيديو اعملي له شير. لو عملتي له شير، لو شيرتيه يبقى انت احتفظتي بيه عندك. وفي نفس الوقت لايك بقى للفيديو كده، لانه يستاهل بقى اللايك. ويلا نشوف ايه عملنا القرنبيطه بتاعتنا ازاي. انا جبت قرنبيطه متوسطه. هبتدي ان انا ايه، افصص القرنبيطه. العنقود لو لقيتيه كبير شويه بتفتحيه بتشقيه كده من النص وتعمليه اتنين عشان ايه تستوي كويس. افككها كلها من بعضيها. هاتي قرنبيطه صغيره، ما تجيبيش الكبير قوي لان القرنبيط بيدي كتير. في نفس الوقت انا حاطه ميه على النار بتغلي. هاخد بقى القرنبيط بتاعي اغسله كويس واروح للميه، احط فيها ملح، احط فيها كمون. القرنبيط طبعا قرنبيط او كرنب لازم حبه الكمون. وبعد كده على ايه ما تغلي الميه كويس هسقط القرنبيطه بتاعتي. وقت السوى بتاعها بيبقى من 5 ل7 دقايق، مش اكتر من كده. بعرف انها استوت ازاي. احط ضفري كده في الصاج بتاعها او حته العنق ده بتاعها. لو لقيتيه استوى يبقى تمام على كده. انا كده لقيته استوى، هشيله واحط بقيه القرنبيطه اسلقها. طبعا انا الخلطه اللي انا عاملاها بتسهل عليا كتير قوي من وقت الشغل في المطبخ او وقت الوقفه في المطبخ. ليه؟ لان انا الخلطه كلها اللي هعمل بيها القرنبيطه حطها في برطمان. مش بعملها للقرنبيط بس، لا انا بعملها لحاجات تانية كتير. بعمل منها السمك، بعمل منها الجمبري، بعمل القرنبيط، بحتاجها كتير قوي. ان شاء الله ايه هبقى اوريها لكم في فيديوهات تانية. وهعمل معاكم الخلطه بعد شويه في اخر الفيديو. كده هسلق بقيه الايه القرنبيطه بتاعتي كده تمام. خدت القرنبيط بعد ما سلقته وسبته بس يبرد كده شويه. وهبتدي البرطمان ده اللي بقول لكم عليه اللي انا عامله فيه الخلطه بتاعتي، هو دقيق وشويه حاجات كده بحطها مع بعض فيها خلطه حلوه قوي. هاخد منها 3 معالق، ابتدي اغلف بيها القرنبيط على الناشف. لما بتغلفي القرنبيط على الناشف كده من غير اللي هو من غير بيض، من غير اي سوائل، وتغلفيه، فالطبقة الدقيق اللي انت بتحطيها بتخلي الطبقة التانية اللي احنا هنحطها بعد شوية تثبت على القرنبيط. الطبقة الخارجية اللي هي بتبقى عاملة زي كنتاكي تثبت. يعني القرنبيط زي ما شفتيه كان فعلا شبه كنتاكي، والطبقة الخارجية ثابتة عليه وزي الفل بفضل الطبهرة اللي أنا ببهرها بالدقيق دلوقتي. كده خلصت كل الكمية بالدقيق. فاض حبة دقيق اركنيهم على جنب، مش هنرميهم، هنحتاجهم دلوقتي. بعد كده ابتدي أعمل الخلطة أو التطعيمة بقى بتاعة القرنبيط. طبعا القرنبيط لازم توم. بحط حبة توم كده حلوين، ده توم متفرز. وعندي شبت، هحط شبت. لو بتحبي الكزبرة معاه حطي كزبرة، عايزة بقدونس تمام. أنا عن نفسي بحط شبت بس، بحب الشبت قوي في القرنبيط. هبتدي أقلب الشبت مع التوم كويس واخلطهم. والتوم هنا عشان طالع من الفريزر جامد، فببتدي إن أنا إيه بفككه كده مع بعضيه. وبعد كده هبتدي اجيب البرطمان بتاعي تاني اللي انا خدت منه ايه الخلطة. حبة الدقيق اللي فاضوا حطيتهم. هجيب بقى البرطمان اللي فيه الخلطة بتاعتي والتبهرة كلها. هاخد حوالي 3 معالق تانيين على الايه على التوم والشبت، واقلبهم مع بعض كويس مع ميه. بتقلبيهم كده تعمليها عجينه خفيفه، اللي هي زي اتقل من الكريب، كمان اتقل زي الكيكه كده مثلا. ابتدي اقلبهم واعمل عجينه خفيفه. هنا انا افتكرت ان انا ايه نسيت احط كمون. وطبعا القرنبيط لازم يتحط له حبه كمون. حطيت ايه حبه كمون. وابتدي اقلب واعجن العجينه بتاعتي. هي خدت تقريبا حوالي كوباية المية. هبتدي ايه اعمل العجينة اللي هتبل فيها. كانت قوامها بالمنظر دوت. هحط بقى الايه القرنبيط واغلفه كويس قوي بالعجينة دي، طبعا ما فيهاش بيض. واروح بقى ايه على البوتاجاز ابتدي اقلي. عندي الزيت سخن على النار والنار متوسطة عشان يستوي كويس. وابتدي اقليه زي ما احنا شايفين، مش بياخد وقت. شايفة الجمال؟ حلو قوي. اتمنى ان انت تجربيه فعلا وقولي لي رايك في التعليقات فيه. نشوف بقى الخلطه بتاعتي كانت عباره عن ايه. انا عندي هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. اي نوع دقيق هاتيه، يعني ده كده الدقيق التموين.
انا جايباه من التموين، اي نوع دقيق. هتحطي عليه ربع كيلو من النشا، انا جايباه من عند العطار، نشا من عند العطار. ممكن تكتري عن الربع كيلو على فكرة، يعني ممكن معاكي لحد نص كيلو كمان، بيدي قرمشة حلو. هنا سوري الكب حبة هنضفهم دلوقتي. بعد كده هحط بقية الخلطة بتاعتي. عندي هنا دي كربوناتو، اللي هي الكربوناتو بتاع الطعمية، معلقة كبيرة. وهحط كمان معلقة كبيرة من كل حاجة من اللي هقولها. عندك ملح، عندك كركم، عندك توم باودر، بصل باودر. هبتدي ايه احطهم، وابتدي اقلب كل المكونات دي ايه مع بعضيها، اقلبيها كويس. انا حسيت كده وانا بقلب ان لا الكركم ده ايه قليل، ممكن تحطي بابريكا على فكرة، بس انا ما حطيتش. انا حسيت كده ان الكركم ده لا قليل، فهحط حبة كركم كمان. وطبعا طالما احنا عشان في شتاء، فممكن عادي تحطيه على رخامة المطبخ كده في برطمان او في علبة وتحطيه على رخامة المطبخ. في الصيف لا، لازم في التلاجة، لانه ممكن يعني يقعد معاكي على حسب استخدامك، ممكن يقعد معاكي فترة. كده كده تمام. هحطه بقى في البرطمان واشيله في التلاجة، وهو ده اللي انا استخدمته. اتمنى ان انتي تجربيه وقولي لي ايه رأيك فيه ايه، وبألف هنا